مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الو ماما، البرنامج اللي من خلاله كنجاوبوا على كل التساؤلات اللي كيخصوا المراه الحامل والمراه المرضعه. كذلك دائما كنتوا كتسولوني على واحد المساله عندها علاقه بشنو غادي خصكم ديروا والحوايج اللي خصكم تفادوها في فتره الحمل وبطبيعه الحال فتره الرضاعه. داكشي علاش اليوم غادي نجاوبكم على كل هذه التساؤلات رفقه اخصائي في امراض النساء والتوليد دكتور احمد بن جلون تويمي. مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك، شكرا إلهام على الاستضافه. كيف ما قلت في التقديم ديال الحلقه، بزاف ديال النساء خاصه فتره الحمل نبداو بها هي الاولى ما كيكونوش عندهم درايه على ان هذه الفتره هذه حساسه وكاينين بزاف ديال الحويجات اللي غادي خصهم يتفاداوهم وممكن حويجات واحد اخرين اللي غادي خصهم يعتمدوا عليهم اكثر. بالفعل هذا واحد التساؤل يطرحوه بزاف ديال النساء الحوامل والخصوص النساء اللي يلاه كيحملوا المره الاولى. وهذا واحد الاكتشاف تيوليو حاضين مع كل شيء، المسائل اللي كيديروا كل نهار وسورتو شنو غادي ناكل شنو ما غاديش ناكل. دونك المساله المهمه اللي نقدر نقول هو انه كاين واحد ثلاث المراحل مهمين خاصنا نهضروا عليهم. المرحله ديال الثلث الاول من الحمل اللي هي تيكون فيها داك التكون ديال الاعضاء الاورغانوجينيس، داك الجنين يلاه الاعضاء ديالو كيبداو يتكونوا. هذه واحد المرحله اللي هي حساسه. المرحله الثانيه هو ثلثين ديال الحمل، الثلثين الاخيرين ديال الحمل، والمرحله الاخيره هي المرحله ديال الرضاعه. داكوغ، دونك هذه هي تنهضروا عليها توتال. يعني هنا باش ندخلوا في الموضوع اللي حنا بغينا نتكلموا عليه ديال الاشياء اللي غادي يخص المراه الحامل تفاداها. واش هنا يعني مباشره كتقولوا للمراه خاصك هذه الحاجه ما ديريهاش، ولا كتعتمدوا على شي تحاليل؟ ابسولومون. دونك هنايا فاش كتجي عندك المراه لا كونسلطاسيون الاولى اكتشفت انها حامله، اول حاجه كنديروا هو الفحص. بيان سور كنديروا التلفازه ديالنا ليكوغرافي باش كنشوفوا واش داك الحمل مزيان ولا لا، وكنطلبوا لها تحاليل. داكوغ، هاد التحاليل ديال الثلث الاول من الحمل عندنا معروفين. داكوغ، اول حاجه هي التحليل ديال فقر الدم. داكوغ، هذه مساله مهمه. تنشوفوا واش داك السيده عندها الكريات الحمراء ديالها مقادين او لا. داك الساعه تنعطيو واحد لا سوبليمونطاسيون فيتامينات اللي كيعاونوا بالاخص الحديد نقولوها. كنديروا واحد التحاليل ديال واحد ميكروبات. داكوغ، هما بالاخص دي بارازيت، ولكن انا غادي نقول ميكروبات عامه، بالاخص لا توكسوبلازموز. التوكسوبلازموز هي اللي كنعيطوا لها المرض اللي كتخلعنا كاملين، ما خصهاش تخلع. داكوغ، هاد التوكسوبلازموز هي باللغه ديالنا المرض ديال المشاش. تيقول لك المرض ديال المشاش. داكوغ، دونك تنديروا لا توكسوبلازموز، تنديروا لا روبيول، وبيان سور تحاليل ديال واحد الميكروبات واحد اخرين. واحد التحليله مهمه غادي نهضر عليها ديال السكر. تري امبورطون. السكر حنا كنعرفوا باللي السكر كيطلبوه غالبيه الاطباء حتى ل4 شهور. لا، من الاحسن يدار من قبل. من الاحسن باش كنديروا داك التشخيص المبكر ديال السكري وبالاخص ديال سكري الحمل. كاين جوج ديال التحاليل كيطلبوا، وحده في الثلث الاول ديال الحمل، وحده في ما بين 24 حتى ل 28 سيمانه. باش نوضحوا، واش كطلبوا التحليله ديال الخزان ولا غير التحليله ديال السكري على الصيام الصباح؟ لا، التحليله ديال تمشي المراه صايمه وكياخذوا لها تحليله ديال السكر. الخزان ما عنده حتى شي مكان. هذه لا، باش نوضحوا، هذه راه كيطلبوها الاطباء كاملين. انا غادي نوضح لك هذه المساله هذه علاش. تحليله الخزان فوقاش كتطلب عند واحد المراه اللي ديجا كداوي على السكر. باغ كونطخ مراه ما عندهاش دي زونتيسيدون، يعني السكر ديالها نورمال، ما عندهاش مرض سكري، كنطلبوا لا غليسيمي اجان، يعني تحليله ديال السكر وهي صايمه باش كنشوفوا خصها تكون قل من 0.94 باش تكون نورمال. لا، هذه كيطلبوها. انا ملي قلتي لي تحليله السكر فهمتها بحال التحليله اللي كنديروا من بعد ديال سكري الحمل. وي، تحب لي بلي حتى هي كتطلبوها في الاول. هذه تعتبر تحليله ديال سكري الحمل، ولكن ماشي اللي كنشربوا فيها المحلول. بجوج باش تنكشفوا على هذا السكري الحمل. عندنا جوج ديال المراحل في الحمل خصنا نديروهم. المرحله الاولى هي الثلث الاول، هي الجليسيمي اجان، هو التحليله الصباحيه اللي كدير المراه ديال السكر. وفاش في التتبع ديالنا، باسكو ما كاينش غير التحاليل اللي كدير المراه، كاين واحد التحاليل وحدين اخرين توتو لون ديال لا غروسيس. طبيعه الحال. المرحله الثانيه ديال الكشف عن سكري الحمل هي اللي كنديروا ما بين 24 سيمانه و 28، يعني في شهر سادس. داكوغ، هذيك هي
تحليلات ما كاينش شي مرة انا بعدا دوزتها مزيان صح وانت في بارتي واحد لانه كانوا كيقولوا لي غادي تشربي غادي تدوخي غادي يروعك وخاصه انا كان اللحم عندي صعيب بزاف ولكن الحمد لله وداك يمكن عليت سقف التوقعات ديالي حتى ما وقعت لي حتى شي حاجه. الهام هادشي اللي كنحاولوا نديروا بتيت بريباراسيون بسيكولوجي تنقول لهم كاع داكشي اللي كتسمعوا نساوه بحال شداتكم السخفه وكليتوا واحد الكاس ديال السكر صافي سي اكزاكتومون كتمشي تاخذوا واحد التحليله هي الاولى من بعد كيعطيو واحد الكاس ديال السكر بالضبط فيه 75 غرام ديال الجلوكوز غير بوغ بريسيزي وتاخذوا لا تحليله من بعد ساعه وتحليله من بعد ساعتين وفريمون كنشكرك بزاف حيت سولتيني هذا السؤال باسكو اليوم في التتبع ديال الحمل كيجيو عندي بعض النساء كيديروا هذه التحليله هذه وكنلقاهم دي لابوغاتوار واخدين لهم 6 المرات 7 المرات. علاش؟ جو سي با يعني خاصهم يتبعوا يعني الوصفه الطبيه اللي اليوم لي ريكومونداسيون انترناسيونال معروفين لاش جي بي او ليبرغليسيمي بروفوكي بار فوا يعني داك التحليله ديال السكري ديال الحمل فيها اش 0 هي تحليله وهي صايمه من بعد كتشرب واحد 75 غرام ديال الجلوكوز من بعد ساعه ومن بعد ساعتين صافي. وكاين بعض المرات بعض الاطباء اللي كيطلبوا غير ديال الساعه ما كيطلبوش الاخرى حتى هي. هذاك سيتي ان تيست اللي كان تيدار شحال هادي مي ما بقاش اليوم كنديروا هذاك سميتو لو تيست دو سوليفان مي ما بقاش كيدار كنديروا لاش جي بي او هي اللي ريكوموندي هي اللي ليكول فرانكوفون انجلو ساكسون كلشي كيعتمد عليها باش كنديروا لو ديبيستاج ديال السكري الحمل وهي اللي معتمده من طرف لو ام اس المنظمه العالميه للصحه. هنايا درنا التحاليل اللي خاصنا نديرو خرجت النتيجه بطبيعه الحال غادي تعتمدوا على النتيجه ديال التحاليل باش انكم غادي تقولوا للمراه الحامل شنو هما الحوايج اللي تقدر تاكل والحوايج اللي ما تقدرش تاكل. نمشيو مع الحالات نبداو باول حاجه اللي حنا كما قلت لك قبيله كتخلعنا هي التوكسوبلازموز. الا كانت سلبيه وايجابيه عطينا في الحالات بجوج. داكوغ دونك لا توكسوبلازموز فاش كتكون سلبيه شنو هي سلبيه يعني تحليله كتخرج نيجاتيف يعني داك المراه ما عندهاش مناعه ديال هذا البارازيت هذا. الا ما كانش عندها مناعه الخطوره شنو هي الا كلات شي حاجه ولا تعرضات لهذاك البارازيت ودخل الجهاز الهضمي ديالها وداز الدوره الدمويه كيقدر يدخل لذاك الجنين ويشكل لا قدر الله تشوهات خلقيه يقدر يدير اجهاض متبكر شحال من حاجه. هادشي علاش قلت لك كنخافوا منها لان ما خاصهاش تخاد يعني ببساطه ولا الناس يستسهلوا منها لان تقدر لا قدر الله تسبب تشوهات الجنين وداك الساعه يعني ما كيكون عندك ما دير. بون عندنا بعض الوسائل باش كنقدروا نتفاداو هذا الشيء هذا ولكن كلشي كيعرف هذه المساله الوقايه خير من العلاج طبيعه الحال. يعني وفاش كنشرحوا كيفاش نقدروا نتفاداو هذه المسائل كتولي هذيك التوكسوبلازموز سهله. دابا في الحاله اللي كتكون ايجابيه وي يعني عندها المناعه كتقدر انها تاكل عادي. في هذه هي الحاله اللي سهله المراه تنقول لها تهنيتي في جوج ديال الحوايج تقدري تاكلي عادي وغتهني من التحاليل الشهريه كل شهر. باش نجاوبوا اكيد دابا انا عارفه كيقولوا ايوا شنو ما ناكلوش ها هي نيجاتيف شنو ما ناكلوش شنو هما الحوايج اللي خاصهم. دونك انا غادي نركز على غادي نعطي غير شنو خاص المراه اللي عندها لا توكسو نيجاتيف شنو خاصها دير. اول حاجه فاش كتكون لا توكسو نيجاتيف مهم اننا هذاك لو تيست ديال لا توكسو يتعاود كل شهر شهريا. من الاحسن نفس التاريخ اللي بدات درتو فيه المره الاولى. من الاحسن غادي نشرح علاش داكوغ باسكو لا قدر الله وان داك المراه تصابت بهذيك التوكسوبلازموس وما دارتش التحليله في ان انترفال ديال 3 شهور ولا 4 شهور حنا ما كنقدروش نعرفوا فوقاش تصابت هذيك المراه بهذاك البارازيت. وكيف ما قلت لك قبيله عندنا بعض الطرق عندنا واحد الدواء اللي كنقدروا نعطيوه للمراه فاش كنعرفوا بالضبط فوقاش تصابت اللي كيخلي هذاك البارازيت ما يدوش الجنين. باش نبسطوا اكثر كاين علاج لهذه المساله باش اننا نحميو الجنين انه يتصاب بتشوه او لا بشي حاجه واحده اخرى ولكن الا عرفنا
الوقيته فوقاش تعرضت انها لهاد البكتيريا هذه، وباش غادي نعرفوها الا كانت تدير التحليله ديالها كل شهر بوتيره منتظمه. كنظن عندي واحد المعلومه وصحها ليا كيقول لك باش ان الفيروس كيبان كيستغرق 2 ديال الاسابيع في الدم، كيقدر يكون ما بين 2 حتى ل 4 الاسابيع داكوغ، ولكن باش يكون في الجنين في الجنين ويدوز اترافيغ داك البلاسينتا، هذا الشيء على حسب واش تصابت في الثلث الاول ديال الشهر، الثلث الثاني في الثلث ديال الحمل، في الثلث الثاني ديال الحمل، او في الثلث الاخير داكوغ. وحتى درجه الخطوره متفاوته، ماشي هي ماشي نفسها. انا بغيتك تذكر لي الماكله، شنو ناكل وشنو ما ناكلش. دونك الماكله تري سامبل. الا كانت المراه عندها توكسوبلازموز نيجاتيف، اول حاجه قبل ما ندوز الماكله خاصها تغسل يديها مزيان. يعني داكشي يقدر يدوز حتى في اليد بيان سور نظافه. او شوف غادي نعطي واحد 3 د الكلمات دي موكلي، كلمات مهمه. اول حاجه تكون النظافه ديال اليدين، تكون النظافه ديال الماكله، ويكون الماكله طيبه مزيان. هادو هما 3 ديال الحوايج اللي خاصنا علاش؟ نعتمدوا. حيت هذاك البارازيت الا غسلناه مزيان وهذا غادي نقتلوه، وإلا طيبناه مزيان غادي نقتلوه، وبالتالي ما غاديش ناكلوه. يعني هنا باش نعاودوا نرجعوا، مثلا كانت غادي تاكل خضره او لا فواكه، دابا انا غنعطيك لي ديتاي. خصهم يتغسلوا. فوالا، الخضر والفواكه يكونوا مغسولين مزيان بالخل الابيض. سي بوسيبل، الخل الابيض معلقه صغيره ما فيها باس، ما كاين حتى شي مشكل. وانا دائما تنقولها الامهات اللي كنتبع لهم، تنقول لهم الله يخليكم الا كنتو غتاخذوا شي فواكه ولا دي سالاد ولا شي حاجه، خذوهم في الدار وغسلوهم بيدوكم وكلوهم، باسكو الماكله الزنقه وهاد المسائل هادو ما كنعرفوش كيفاش داكشي مغسول. الا قدرنا نتفاداوها في هذه الفتره هذه ديال الحمل، خاصه الحويجات اللي خضرين ما طيبين، الشلاضه، الخضر والفواكه كاملين داكوغ. بالنسبه للحوم، اللحوم خاصها تكون طيبه مزيان. اللحوم الحمراء ولا اللحوم بصفه عامه؟ خاصه اللحوم الحمراء داكوغ، باسكو هي اللي كتكون فيها هاد القضيه ديال التوكسوبلازموز. وايضا السمك حتى هو يعني بحال دابا سمك خضر بيان سور، السومون ولي سوشي وداك الشيء. وهذا الاغلبيه حنا كنعرفوا الموضه، وانا كيقول لك حامله ما غناكلش السوشي، والنهار اللي كتولد اول وجبه كتناولها هي السوشي. تنقول لها الله يخليك الا ما كليتيش انا فاش غتولد ان شاء الله غادي نو بوغ ريغولي. مي هاد القضيه مهمه بزاف، باسكو هذاك السمك اللي تيكون خضر وهذا حتى هو كيقدر يكون فيه هذاك لو بارازيت ديال التوكسوبلازموس، وحتى هو كيقدر يعدي المراه ويدوز. غير باش نفصلوا اكثر هاد المسائل، لان الهدف هو اننا ندخلوا في لي ديتاي. اللحم الا كان في الكونجيلاتور تعرض لدرجات بروده عاليه، ماتت منه البكتيريا؟ با فريمون، ماشي بالضروره. في الكونجيلاتور الا كان داك البكتيريا راه فاش غادي تجبدو عاوتاني تقدر تولي نشيطه. ولكن هذا التوكسوبلازموز معروف عليه انه الى تري ريزيستون، مقاوم بزاف، ولكن كيموت الا كانت واحد الدرجه ديال الحراره عاليه. داكشي علاش ما تنقولوش سينيون ا بوين، تنقولوا بيان كوي. داكشي نتفاداو مزيان، داكشي خاص اللحم. كيف ما ذكرتي من الاحسن هذه الفتره هذه ناكلوا في الدار. الا بغينا ناكلوا مثال الحويجات على ان غادي نعقموها بيدينا عارفين كيفاش، وغادي نطيبوها بالطريقه الصحيحه. بما انك ذكرتي الاسماك، هنا غادي نهضروا على لي كروستاسي وفواكه البحر بصفه عامه. واش حتى هي ممنوعه؟ لا فواكه البحر تقدر. شوف لا ريغل جينيرال عند المراه الحامل، يعني الا كنا بغينا نديروا شي حاجه كنديروها افيك موديراسيون، يعني ما غاديش تكثر منها وما غاديش تحرمها عاوتاني داكوغ. لي كروستاسي وهذا المريضه تقدر تاكل فيها، ما كاين حتى شي مشكل. امشي معاك لحاجه واحده اخرى اللي انا تحرمت منها. قولي. الكبده كاين حتى شي مشكل. الكبده انا جو تيكسبليك واحد حقاش كاينين بعض الاطباء اللي كيقول لك ما تاكلوهاش بتاتا، لان حنا كنعرفوها غنيه بفيتامين ا، الغيتينول. La vitamine A, elle peut être autorisée chez la femme enceinte et elle peut même تقدر يكون عندها كاع منافع، غير هو une dose élevée فاش تفوت واحد الدرجه عاليه بزاف
هي فين كتقدر تولي توكسيك. يمكن على ان بعض الاطباء كيتفاداو على انها تناولها باش ما يوصلوش هذه المرحله ديال واش غادي تاكل منها بزاف ولا غتاكل منها شويه ولا غادي تعتمدها مثلا في التغذيه ديالها بصفه ولا بوتيره مستمره. واحد المثال بحال دابا انا الا كنت غناكل الكبده غادي ناكلها نهار وغطلع ليا في راسي. كاين اللي بغى هذه المساله هذه غتقول لي الكبده غنقول لها الا تشهيتيها كلشي طريف صغير ما غاديش نحرمها منها. داكوغ يعني كبده ضربوا وقيسوا فوالا كبده مشرمله وطايبه مزيان ومشريه طريه بيان سور في دي كونديسيون اللي مزيانين. هادشي تنركزوا عليه باسكو سي دي زابا ولي زابا تيخصنا فريمون فاش غتشريهم تعرف منين تشريهم وعند من تشريهم يكونوا طريين داكوغ وطيبهم مزيان وتاخذ واحد الكميه اللي هي قليله. يعني الى صح التعبير هاد المسائل هادو هما الحويجات اللي نقدروا نقولوا على ان تقدر ان المراه الحامل تحرم منهم ولا تمنع عليها في هذيك الفتره ديال الحمل. باش نزيدوا ناكدوا على التوكسوبلازموز لان قلتي كيختلف التاثير ديالها على الجنين على حسب الفتره ديال الحمل. احنا كنعرفوا باللي مثلا في الثلث الاخير الجنين اذا صح التعبير كيكون تكون وكيبقاو اعضاء زعما قليله مثلا السمع ديالو ولا الودينات والعينين هما اللي كيبقاو حتى الاخر. معلومه صحيحه جدا. شوف باش نبسطوا هذه المساله ديال التوكسوبلازموز كاين فيها واحد هذه القضيه ديال الا تصابت بها المراه في الثلث الاول النسبه باش تكون العداوه ديال الجنين كتكون قليله ولكن الا مشات تتعدى الجنين تيكون الدرجه ديال الخطوره كبيره بزاف. كتقدر تاثر على الدماغ دير تشوهات خلقيه دير اجهاض مبكر وغاديين في تطور الحمل وهذيك النسبه ديال التشوهات كتقل. باغ كونطخ هذيك النسبه ديال العداوه كتطلع يعني في الثلث الاخير هذيك العداوه كتولي مرتفعه ولكن الخطوره بالنسبه للجنين كتمثل تقريبا في واحد 9% وانيكمون في داك لا كوريوريتينيت يعني البيبي كيقدر يتصاب في العوينات ديالو او في الاذن ديالو. لو ريست ديال التشوهات النسبه ديالهم ضعيفه بزاف. كاينه شي حاجه واحده اخرى اللي حتى هي خاصها تفاداها في هذه الفتره هذه؟ مشتقات ديال الحليب والحليب بنفسه حتى هما خصنا نركزوا عليهم. مبستره ابسولومون مبستره يعني معقمه باستوريزي سي فري الاكثريه ديال الحليب اليوم كاين ولكن خصنا نركزوا على هذا مثلا اللبن او الجبن اللي كنكونوا مثلا مصوبينه. حنا كنمشيو للعروبيه وكيعجبنا ناخذوا جبينه طريه وناخذوا البينه محلوبه هادشي نبعدوا عليه الا كنتي حامله لانهم ما كيكونوش باستوريزي. الأحسن يتفاداو. ونوصي ايضا على العشوب وبعض التوابل قرفه الحلبه المساخن. هذه المسائل حتى هي ممنوعه. كاينين بعض المدارس كذلك اللي كيقول لك حتى الزعتر خاصنا نتفاداوه افيك موديراسيون ولكن هاد الثلاثه اللي قلت لك دابا منعا كليا. دايوغ الحلبه الي كونو انها تيراتوجين يعني كدير تشوهات خلقيه. المساخن كيقدروا يديروا حتى تنشيط ديال عضلات الرحم يقدروا يديروا كيسخنوا بزاف وتيديروا لي كونتراكسيون فهمتي يعني بحال كيجيها وجع قبل وتقدر تتعرض للاجهاض. هادشي اللي غنقول لك اجهاض مبكر او لا كاريمون ولاده مبكره. داكور. وبالنسبه للقرفه حتى هي نفس الحاجه لان معروفه كناخذوها في فتره الحيض لان بداك السخونيه اللي كتعطي كتخلي على ان ذاتك كتصفى وكتهمد الحريق. فطبيعه الحال حنا ماشي هادشي اللي بغيناه يكون في فتره الحمل داكشي خصنا نبعدوا عليها. غادي نمشيو لحاجه واحده اخرى اللي حتى هي كتهم النساء واللي هي يعني روتين العنايه بالبشره والمنتوجات اللي كنستعملوهم. حنا كنعرفوا بلي كذلك كما ذكرتي في الفتره الاولى ديال الحمل اللي كيكون الجنين يعني في اطار التكوين ديالو كاينين ديزاكتيف اللي كنستعملوهم في منتوجات تجميليه اللي ما خصهمش يداروا. بصفه عامه شنو هما الحوايج الممنوعه؟ الهام ما غاديش نعطي الاسماء باسكو اليوم تقدر تجيب لي واحد المكون وفيه تقريبا واحد 4 ولا اون كريم ولا شي حاجه فيه واحد 100 ديال المكونات كلهم يكونوا ما عندهم حتى شي ضرر. واحد
يكون خطير. يعني هنا النصائح اللي كنبغي نعطي المرأة الحامل أو لا حتى المرأة اللي كترضع، سي كو في داك 3 شهور الأولى تحاول تجنب كل ما هو فيه دي ماتيغ شيميك، مواد كيماويه. علاش؟ باسكو كاين اللي غتقول لك انا غادي ندير غير واحد لا كريم في يدي ولا في وجهي ولا واحد الصباغه دغيا في شعري ولا كنت غادي نسولك على الصباغه حتى هي. لا هادشي معروف عندنا، اولا صباغه في الاظافر، راه بعيد هادشي غنديرها في يدي، راه ما غاديش ماشي في كرشي، يعني ما غتوصلش للجنين. لا هذا غلط. علاش؟ باسكو هذيك لا كريم فاش غديرها في الجلد راه تيتم الامتصاص ديال هذيك لا كريم وكدوز في الدوره الدمويه. بما انها كدوز في الدوره الدمويه كدوز للجنين، والا كانوا مواد كيماويه فيها راه بطبيعه الحال غيكونوا خطيرين على الجنين. داكو دونك انا لو كونساي اللي كنعطي للنساء المسائل اللي انديسبونسابل، يعني اللي مهمه وهذا يداروا افيك موديراسيون، ولكن غتشد هذاك لو برودوي اللي بغيتي دير وغادي تصيفطو للطبيب ديالك وغادي تستشار معاه. الاستشاره الطبيه في هذه المساله مهمه جدا. يعني بالنسبه للنساء اللي كيتابعونا وعارفين راسهم باللي حملوا ومازال ما مشاوش عند الجينيكولوج ديالهم باش انهم يبداو يعني الفحص الاول، من الاحسن يوقفوا داكشي اللي هما كيديروا الوقيته اللي استشروا مع الطبيب المختص، وهذيك الساعه هو اللي غتكون عنده القابليه باش انه يقول لها شنو الحاجه اللي تقدر تبقى كتستعملها والحاجه اللي توقفها. ما فيها باس كاع تاخذ هذاك لو برودوي وسوا تصورو ولا تشديه معاها تشوف المكونات ديالو، ومن الطبيب غادي يشوف داك المكونات غايقول واش هاد لو برودوي هذا تقدر ديرو ولا هاد البرودوي تيان راه فيه هاد المساله هذه مساله خطيره على المراه الحامل، دونك هذا ما عندك ما دير به. من بين الحويجات اللي حتى هما ما كرهتش اننا نتكلموا فيهم هو الدواء. حنا كنعرفوا باللي حنايا المغاربه مع الاسف لان كنتكلموا بزاف على لوطوميديكاسيون وتناول الادويه عشوائيا، هي واحد المساله اللي خصنا نتفاداوها، ولكن كنبقاو مثلا في الحويجات ديال ضرني راسي غناخذ لا باراسيتامول، كنحس بنزله برد نقدر ناخذ مثلا لا فيتامين سي والى ما غير ذلك. واش المراه الحامل تقدر حتى هي تاخذ هاد الانواع من الادويه؟ اي دواء ولا اي كومبريمي ولا هذا بغات تاخذ المراه الحامله خصها تستشار مع الطبيب ديالها. واخا يكون فيتامين، علاش؟ حيت كاينين بعض الادويه اللي متاحه عند المراه الحامل، كاين بعض الادويه اللي ممنوعه، وكاين بعض الادويه اللي يقدروا يكونوا ضروريين عند المراه الحامل، بحال الحديد في المساله ديال فقر الدم، بحال الانسولين عند المراه اللي عندها مثلا سكري جينيرال، بعض المثبتات ديال الحمل فاش تيكون مشكل ديال اجهاض متبكر تكراري الى اخره. يعني الا كانت تعاني هي ماشي مرض ولا عندها مرض مزمن، هنا ما كنتكلموش على ان غادي تقطع الدواء ديالها هذيك الساعه مع الاستشاره ديال الاخصائي، وحتى الاخصائي ديال المرض اللي كتعاني منه غادي يلقاو شنو هما الادويه الملائمه. حنا كنتكلموا في الحالات العاديه، هذاك الفيتامينات اللي كنبغيو ناخذوهم او لا عندي ضربني البرد مثلا لو باراسيتامول تقدر تاخذه، ولكن من الاحسن تستشار مع الطبيب ديالها باش يقول له دوزاج. الفيتامين سي حتى هي تقدر الي اوتوريزي عند المراه الحامل، ولكن من الاحسن تستشار. والا لاحظتي الهام اي حاجه نقول لك تستشار. لو بتي ميساج اللي بغيت ندوزو هنا، كاين بعض النساء اللي كيقدروا يكونوا كياخذوا شي دواء بطريقه كرونيك، يعني مطوله على قبل دي مالادي، وهذا حتى تيكتشفوا راسهم انهم حاملين. داكو هذه المساله اللي نقدر نقول لهاد النساء انهم ما يقطعوش الدواء ديالهم، ما يقطعوش حتى يستشروا مع الطبيب ديالهم، حيت بعض الاحيان نقدروا نتكلموا على الامراض النفسيه مثلا الامراض النفسيه، الامراض لي باسيونط اللي تيكونوا متبعين على باغ اكزومبل سرطان ولا شي حاجه وعندها دواء ديال السرطان ما تحبسش الدواء ديالها. بعض الاحيان تيكون هذاك الدواء يقدر يكون اهم من الحمل بنفسه، دونك تكمل الدواء ديالها تستشر مع الطبيب وداك الساعات هو يقول لها واش. واضح دكتور، شكرا على كل هذه النصائح، وكنظن هذه رساله اللي غادي نخرجوا منها من الحلقه ديال اليوم من الو ماما، ان الاستشاره الطبيه كتبقى اهم حاجه. بطبيعه الحال هذه المعلومات غادي تكون هي السلاح ديالنا باش غادي نقدروا اننا نتسايروا بالطريقه السليمه والصحيحه والصحيه
مع فتره الحمل كامله، ولكن ما كيعنيش على انك ما تهضريش مع الطبيب ديالك. ما نحشموش، صيفطوا ميساج وغادي يعطينا جواب وغادي يعطينا المعلومه الصحيحه. شكرا لك مره واحده اخرى. شكرا إلهام على الاستضافة. وكنضرب لكم موعد في حلقه جديده من برنامجكم الو ماما.